السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، والفيديو ده خاص بالناس اللي بتتعلم ألماني او مهتمة بتعلم اللغة الألمانية. اي حد بيتعلم ألماني لازم يبقى معاه قاموس او حاجة يرجع لها. يعني مثلا انا عايزة اعرف معنى كلمة معينة او عايزة اترجم حاجة، فجوجل مش الكلمات بتاعته مش كلها صح، كمان ممكن يترجم لي معنى واحد وما يوصليش المعنى ده، انا عايزة معنى تاني مثلا او كده. فالابلكيشن ده حلو جدا اسمه Arabdict. هنبدأ ندخل كده ونشوف. انا دلوقتي عاملاه الماني عربي. انا هكتب مثلا اي كلمة مثلا auf Deutsch kommen. هو هيبدأ دلوقتي يقول لي ان ده verb وان ليه كذا معنى، وكمان جايب لي الماضي بتاعه او في الازمنة الباقية. يعني هكتب مثلا verb heißen او wohnen اهو. جاب لي معنى الفيرب وجايبه لي برضو في بعض الازمنة، وكمان ينفع ان انا اسمعه wohnen, بالعربي او بالدويتش. سكن, wohnen, تمام. انا لحد دلوقتي بكتب verben. طيب خلينا نكتب كده نومن او اي كلمة عادية. مثلا هكتب بلايشتفت اهو. كتب لي معناه، وكمان كتب لي الارتيكل بتاعته، وكمان جايب لي البلوغال بتاعته اللي هو الجمع بتاع الكلمة دي ايه، والارتيكل بتاعته ايه، والمعنى بالعربي. وبرضو ينفع ان انا اسمع الكلمة Bleistift, بالعربي او رصاص, بالالماني. تمام كده. الابليكيشن ده بجد حلو جدا للناس المبتدئة في تعلم اللغة الألمانية. طيب عايزة أترجم بقى جملة أو نص، في إن أنا هنا أترجم جملة. مثلا أنا كتبت كده، هيبدأ يترجمها لي أهو بالألماني. وينفع العكس، لو في جملة ألماني وأنا مش فاهمة معناها وعايزة أترجمها هكتبها يترجمها لي بالعربي. تمام كده. بس الابليكيشن كويس جدا للناس المبتدئة. الناس اللي في بي اينس وبيت سباي في كذا قاموس تاني حلو ليهم زي دودن مثلا او كده. بس ده حلو للناس المبتدئة يعني، وهيفيدهم كتير قوي. عليه كلمات كتير جدا بالارتكل بالجمع بتاعها زي ما قلت لكم اهو. الجمع مكتوب مثلا بلايشتفت الجمع بتاعها ايه في الاخر او في دويتش. تمام. اتمنى ان انتوا تحملوا الابليكيشن ده وتبداوا تستعملوه. ولو في اي حاجه وقفت معاكم في الالماني او على الابليكيشن فكلموني، ابعتولي على ابعتولي اكتبولي في الكومنتس يعني. وهحط لكم رابط الابليكيشن في الديسكريبشن علشان تحملوه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.